وعندك الاكسنت الار بي اللي هنا، بص ثمنها كام يا جماعه؟ 6500. ده مزاد. دي الفئه الاولى. بصوا الخبطه، خبطه من تحت هنا بس كده، يعني حرفيا بس كده. والله يا جماعه ده انا اعرف عربيات في مصر بتمشي بالمنظر ده اصلا، يعني هي بتمشي كده. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده انا في مكان بيبيع عربيات حوادث في الشارقه في الامارات. حلو كده. والنهارده انا هقول لكم اسعار العربيات اللي حواليا دي كام. كل دي عربيات حوادث، مش كلها يا جماعه حوادثها كبيره. في عربيات بتبقى الاكسدام بس بتاعها مكسور، الفانوس مكسور، في حاجات بتبقى بسيطه جدا جدا جدا، ودي انت ممكن تصلحها لو انت تعرف حد هنا في الامارات تصلح العربيه وتنزلها عندك مصر، سواء هي هتنزل ذوي همم او هتنزل حاجه تانية، وده احنا هنتكلم فيه في فيديوهات تانية جايه ان شاء الله. انا في مكان كبير جدا، بصوا زي ما انتم شايفين كده، كل المكان ده، بس اللي ورا دول لسه ما اتسعروش. انا عندي هنا او جنبي حوالي 30 40 عربيه، هوريكم اسعارها عامله كام بالظبط بالضريبه ومن غير الضريبه، وهقارنها بالمصري. يلا بينا. طيب نبدا بالاموره دي. زي ما انتم شايفين فورد موستنج، تعالوا نبص على سعرها. سعر العربيه دي كام؟ 27 ونص، 27000 درهم ونص زائد 5%. معلش انا اسف ان الصوت مش احسن حاجه وفي دوشه، عشان زي ما انتم شايفين الناس شغاله هنا. العربيه دي اتباعت، دي خلاص دي مكتوب عليها سولد اهي. وطبعا الاكسنت ار بي، العربيات يعني عموما ان هي ال 1600 دي بتتباع بسرعه جدا، دي اتباعت. تعالوا نبص على المرسيدس دي ثمنها 51000 درهم او 51000 ونص. نشوف دي مرسيدس موديل ايه. دي ايه تقريبا، يعني هي يا اي 200 يا اي 180. تمام. تعالوا نبص على ايه تاني. جنبي هنا كيا سبورتج، دي اتباعت الكيا سبورتج دي. بصوا الخبطه بتاعتها كانت عامله ازاي. يعني الخبطه ما لمستش الدواخل، هي في ايرباج مفتوح والريداتير ده عايز يتغير، ما لمستش الدواخل خالص اعتقد. يعني انا برضو محتاج ان انا افتح الكبوت علشان اشوفها. بكام بقى العربيه دي؟ 23000 درهم. دي تتصلح وتتباع زي الفل. عندك الليكزس دي بيحبوها جدا جدا هنا في الامارات جدا، عربيه مريحه قوي. دي ثمنها 26000 ونص زي ما هو مكتوب اهو. طيب دي ايه دي اتباعت. دي نيسان، اعتقد دي نيسان اكستريل. دي ثمنها كام؟ 16000 درهم بس. تعالوا نبص على الحاجات اللي هي اللي موجوده عندنا في مصر. عندك مثلا الهيونداي الانترا دي، تعالوا نبص على ثمنها. للاسف مش متسعره العربيه دي، بس انا عايز اوريكم حاجه. بصوا الحوادث، بص دي الحوادث ايه. كبوت عايز يتغير، الجزء الامامي ده ما طالوش اي حاجه، عايز مثلا اكسدام وعايز فانوسين، حاجات بسيطه، وشبكه، فرده كاوتش، بس كده. العربيه من جوه حتى سليمه، في ايرباج مفتوح. دي تعتبر زيرو عندنا يا جدعان، والله العظيم زيرو. يعني انا عايز اقول لكم ان في ناس بتبيع اصلا في مصر عربيات بتبقى نصين ويقول لك نصين فابريكا. دي كونا، دي هيونداي كونا بس دي عاديه مش كهرباء. بص الخبطه بتاعتها، دي ثمنها 19500. الخبطه بتاعتها يعني طالت الدواخل للاسف هنا، بس عادي تتظبط وتتصلح وتمشي زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. وعندك الاكسنت الار بي اللي هنا، بص ثمنها كام يا جماعه؟ 6500. ده مزاد. العربيات هنا مزاد، ستارتنج بيد فروم 6500 زائد 5% ضريبه. يعني انت بتيجي هنا بتعمل مزاد وبتدخل المزاد، والسعر الاحسن العربيه بترسى عليك انت. طبعا كل العربيات زي ما انا قلت لكم كلها وارد امريكا، يعني دي مش تقفيل مصري، دي تقفيلها احسن طبعا من التقفيل المصري اللي عندنا. دي الفئه الاولى. بصوا الخبطه، خبطه من تحت هنا بس كده، يعني حرفيا بس كده. والله يا جماعه ده انا اعرف عربيات في مصر بتمشي بالمنظر ده اصلا، يعني هي بتمشي كده. نيسان فيرسا، مش نيسان صني عشان هي بره باسم مختلف. واكسنت ار بي، تعالوا نبص عليها ايه المشكله. حته من الاكسدام هنا بايظه زائد حته صغيره من هنا، ايرباجات مش مفتوحه. العربيه سليمه، مش عارف فيها ايه. ممكن يكون مثلا العربيه دي محتاجه فتيس، محتاجه كنترولات، ميه جت عليها، وقعت مثلا في ميه العربيه فكنترولاتها باظت، حاجه يعني من هذا القبيل. بص دي الباب بتاعها، بص عامل ازاي، محتاجه باب.
مش فاتحه ايرباجات. تعالوا بص كده على كان في عربيه شارك اهي، بصوا دي، هي دي كل مشكلتها. تخيلوا هي دي كل مشكلتها، حته من الرفرف والحته بتاعت الاكسدام دي اتكسرت والشنطه ما بقتش تقفل. يا سيدي هنرمي الشنطه دي عشان الشنطه بقت معضعضه وشكلها وحش، هترمي الشنطه دي خالص وترد الحته دي على البارد بس، حرفيا بس. مفيش لا ايرباج مفتوح ولا في اي حاجه. وكل اللي انا بقول لك عليه ده عربيات مواصفاتها حلوه، وده مش اكسدام. طيب عندك هنا بقى في عربيات عاليه، يعني في عربيات هنا غاليه. ودي لexus مالها قلب على صراطه ليه كده. ودي نيسان فيرسا اللي هي تيدا عندنا في مصر. تعالوا نشوف ايه مشكلتها. برضو ممكن تلاقيها جايبه فتيس العربيه دي، ممكن تلاقيها في كنترولات ضربه منها، بس كده، بس مفيش حاجه تاني، مفيش اي ايرباجات خالص. وعندك دي نيسان سنترا، برضو الحادثه بتاعتها خفيفه، ما فيهاش مشاكل كتير. عندك هنا دي هاينداي الانترا، حادثتها مش جامده خالص، عايزه اكسدام وعايزه تظبط كام حته من قدام، وما فيهاش ايرباجات فاتحه خالص. ومن ورا العربيه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. ودي برضو زي الفل من ورا. الشنطه دي ممكن تتغير او تتمعجن الحته دي وشكرا على كده. وهنا الكبوت ده عايز يتغير والاكسدام يتظبط. تعالى مثلا نبص على الشيفورليه الصغنونه دي، بص الخبطه، بص الخبطه عامله ازاي، خبطه بسيطه جدا جدا. هتغير دونجل العربيه دي بس، وطبعا الجزء ده مرمي في الارض بس كده. شيفورليه سبارك الشكل ده ما نزلش عندنا في مصر. ايه المشكله اللي فيها؟ اوكي، هو شكلها كده مفيش اي حاجه خارجيه، ممكن يكون عطل مثلا في الموتور، ممكن يكون في حاجه بايظه كبيره في العربيه. دي اي 300، دي المزاد بتاعها بيبدا من 40500 مزاد. مفيش حد هنا بيجي يكيش ويشتري ويمشي. نيسان التيما، تعالوا كده نبص عليها هي ايه اللي فيها. فاتحه كذا ايرباج، فاتحه 4 ايرباج تقريبا، مع ان الحادثه بتاعتها كانت بسيطه. مش عارف كل الايرباجات دي اتفتحت ازاي. حتى الدواخل يا جماعه ما طالتهاش، يعني سلاح الشاسيه قدام سليم، حته بس من الرفرف هي اللي عايزه تتظبط هنا بس. وفتحت 4 ايرباج، طبعا دي تتباع برخص التراب هنا، دي ولا تسوى بعد كل الايرباجات اللي فتحت دي، بس للاسف هو مش مكتوب عليها سعر هنا. دي متدمره واخده في وشها كتير. ودي نيسان جوك، يعني انا شايف انها ما فيهاش حاجات كتير، ما فيهاش حاجات كتير. ممكن تكون عايزه فتيس، عايزه موتور العربيه دي، لان العربيه دي اصلا بتجيب فتيس وموتور. ودي نيسان سنترا الشكل الجديد، انا مش عارف هي لحقت تعمل حادثه امتى، فاتحه كل الايرباجات مع ان الخبطه بتاعتها برده مش جامده. عندك هنا تويوتا كرولا الشكل اللي هو بتاع 2008 و2009 اللي احنا عارفينه ده. تعالوا نبص عليها هي بكام. دي عربيه من العربيات اللي هي لسه ما اتحطتش ليها تسعيره، ف فاتحه ايرباج واحد بتاع السواق. الخبطه بسيطه جدا جدا جدا، تغير كبسوله ايرباج وتغير اكسدام والكبوت ده يتغير بس، ما فيش اي حاجه تاني. هي دي الحوادث، تخيلوا. تعالوا نبص على الحته الدوج اللي جوه دي. تعالى برضو دي لسه ما اتسعرتش. طيب دي ايه مشكلتها؟ عايزه فانوس والجنب ده والجزء اللي هنا ده. طب والله اقول لكم على حاجه، يعني انا ان شاء الله لو ربنا كتب لي ان انا اقعد في البلد دي، انا اجيب عربيه زي دي لنفسي، اجيبها واقعد اصلح فيها واحده واحده. ده احنا واخدين على الشقه برضو في بلدنا يا جدعان. الدنيا بتمطر زي ما انتم شايفين. تعالوا هنا نبص على الهاينداي الانترا دي اللي هي الام دي، ماشيه 100000 كيلو او 100000 ميل العربيه دي، لان العربيات دي جايه من امريكا معظمها. ودي عايزه فانوس واكسدام والكبوت محتاج يتغير والرفرف اللي هنا ده، شكرا بس كده. مفيش اي حاجه في الدواخل، العربيه سليمه بس. هي دي الحوادث زي ما انتم شايفين. عندك هنا هاينداي اكسنت، شوف فيها ايرباجات، مش فاتحه ايرباجات خالص. فيها ايه العربيه دي؟ اكسدامها بايظ، ارمي يا باشا الاكسدام وغير وهات واحد غيره. تعالوا نبص على الجنب هنا.
العربيه دي عايزه اجزاء كتير في العفشه، وعايزه تغير الرفرف ده والمرايه اللي هنا زي ما انتم شايفين. بصوا الخطه كانت عامله ازاي، بس كده. بس ممكن من نزله العربيه او من وقعتها على الارض تكون محتاجه فتيس او كارتيره زيت تحت. برضو دي حاجات بسيطه طالما هي عندنا في مصر، او السوق بتاعنا في مصر طالما ما طالتش الدواخل بتاعه العربيه او الاساسيات علشان العربيه تفضل متزنه وماسكه نفسها على الطريق، يبقى كده زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. نيجي على اليمين هنا، عندك دي نيسان كيكس، دي ثمنها 19500 بس دي برضو اتباعت. نيجي هنا دي نيسان سنترا ودي برضو اتباعت. نيجي على اليمين هنا دي لكزس، العربيه دي لكزس، ثمنها كام؟ 25000 درهم. انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم العربيات اللي موجوده عندنا. ماشي، بغض النظر عن العربيه الصفراء دي. نيجي مثلا هنا عندك ميتسوبيشي اوتلاندر، دي ثمنها كام؟ عربيه كويسه عائليه جدا العربيه دي، ثمنها مش مكتوب بس هتلاقيها في حدود ال20 برضه. فاتحه 2 ايرباج وعايزه تتظبط من قدام، وبرضه الدواخل بتاعتها ما اتاثرتش. نيجي مثلا عندك الرينج روفر اللي جنبنا دي. تعالوا بقى نبص على الحاجات الغاليه شويه. تعال نبص على الرنجايه دي، ثمنها كام؟ 71000 درهم اهي. ايه اللي مخبوط فيها؟ الجزء اللي قدام ده. طبعا الجزء ده غالي جدا جدا، يعني اكيد ده هيبقى برقم كبير. فتحت ايرباج ولا ما فتحتش؟ فتحت ايرباج عندك هنا. وادي العربيه من ورا، رينج روفر ايفوك. في بقى هنا المفروض هم بيبصوا على العربيات، يعني بيشوفوا العربيه مثلا ايه، في حاجه من تحت ولا لا قبل ما تشتريها. تعالوا نبص على العربيه دي. دي سانتافي، دي هاينداي سانتافي، دي ثمنها كام؟ ثمنها 30000 درهم بس متباعه. وعندك دي تويوتا، دي كامري دي اعتقد، لا دي افالون، ودي هايبرد العربيه دي. ايه الخبطات اللي فيها؟ يعني مش خبطه بسيطه. وعندك برضو رينج روفر هنا، وعندك التيما هنا، نيسان التيما. تعالوا نبص على الخبطه. خبطتها مش قويه العربيه دي، بس للاسف مش مكتوب عليها سعر. طيب ده المكان اللي انا فيه، وشايفين كل اللي هناك دي، كل دي عربيات. وبصراحه الاموره دي عجباني، انا عايز اخدها وامشي بصراحه. وعمال الف عليها، هي ايه اللي بايظ فيها يعني؟ مش عارف ومش شايف. مفيش ايرباج مثلا مفتوح، بس العربيه شكلها متهانه. بص الفتيس من جوه عامل ازاي يا جماعه. فدي العربيات الموجوده، وكل لما بيجي عربيات تانية انا هاجي السوق هنا وهتفرجكم على العربيات وهوريكم الاسعار. عندك مثلا دي تويوتا، عربيه عائليه. بص الخبطه اللي واخداها عامله ازاي، ما اثرتش بشكل كبير على الدواخل. هي اثرت مثلا في الجزء ده، الحته دي، واثرت في القايم ده ان هو ممكن لازم ياخد سنه زرجينه كده. بس بص ثمنها كام؟ 5500 درهم. فتحه ايرباج اللي هو بتاع السواق، و تويوتا سيينا. اوكي، اعتقد 7 راكب العربيه دي. دي زي الكارنز، عربيه كبيره. ده كان فيديو صغير كده عن العربيات اللي موجوده هنا في سوق الشارقه في الامارات. ولو في اي حد فيكم عايز عربيه تكون زي دي تتصلح هنا وبعد كده تنزل له مصر، ممكن يتواصل معايا. انا قاعد هنا في البلد شويه، وان شاء الله نعمل شغل كويس وننزل عربيات كويسه. لكن العربيات اللي انتم شايفينها دي حتى لو هي سليمه، ما ينفعش انها تنزل مالك اول. لازم انت تكون مالك اول ليها هنا ومعاك اقامه. يعني انت ما ينفعش لو انت قاعد في مصر تكلمني تقول لي انا عايز عربيه كذا 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 واشحنها لي. لا، ما ينفعش للاسف. القانون المصري يعني هو قافل حاجه زي كده. فلو عايز العربيه دي ذوي همم تنزل لك في مصر عادي جدا وتتصلح هنا، وكمان نجيب لك معاها قطع غيار. يعني انزل لك مع العربيه كمان قطع غيار، سواء الفرامل، فانوس، اكسدام، حاجات زياده مع العربيه. فقولوا لي رايكم في الاسعار اللي انتم شايفينها دي. انا عارف ان انا ما قلتلكمش اسعار كتير، بس ده المتاح قدامي دلوقتي. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.